الوجع ما بيعملش دوشة، بيجي فجأة. في أوضة كانت مليانة ضحك بنشوف دسون واقف لوحده قدام كرسي فاضي. شاب بيبص لفستان قديم ومتعلق، كل شايفه حبيب حزين بيعيط على البنت اللي ماتت في حادثة عربية من كام يوم. بس الحقيقة الراجل ده مش حزين، ده جواه قصر الروح. دسون بيمد ايده يلمس الفستان القديم، بيجيب صندوق صغير فيه رمز. دسون جواه رعب ان نص وشه اتمسح، فيه خوف من الشوارع والأماكن اللي يمشي فيها. ليه ملامحه كده مش دموع ولا وجع؟ لأن الصدمة الدموع جوه العين بتتحول. الكرسي اللي هو قاعد لوحده ده هو اللي الزمن بيمشيه على عقل. حكاية ما ماتتش في الحادثة، الحكاية بتبدأ من أول. دسون مش هيستسلم للقعدة في الضلمة. الفكرة بتبدأ نبش ورا الماضي من عيلة لندن، وسط أوراق المستشفى والملفات القديمة بيقع في إيده ملف فيه عملية تلقيح مجهري من 20 سنة. دسون بيمسك ورقة عليها اسم مستعار وعنوان في مدينة. كلام بتقول إن في بويضات تانية اتنقلت لعيلة تانية، في توأم عايش في لندن بره في الدنيا، في السوق. دسون وهو بيقرا الكلام ده صوت دقات قلبه. الراجل اللي كان بيموت من الزعل لقى خيط مستحيل، نسخة تانية من الوش اللي مات لسه بتتنفس على كوكب العيون. دسون بتتحول لحجر. دسون بياخد عربيته ويمشي ساعات طويلة ورا، ما بيفكرش في حاجة، هو بيجري ورا خيط. دسون سايق ايده ضغط على الدرسكين، بيبص للكرسي اللي جنبه فاضي، بيفتكر ضحكة لندن في نفس المكان. دسون جواه صراع، هو عارف ان البنت اللي رايح لها دي أنديرة ما اتوجعتش وما تعرفش حاجة عن عيلتها الحقيقية وعايشة حياتها عادي. هو رايح عشان يصفي حسابه بالوجع وبيستخدمها كبديل عشان يداوي جرح. الأنانية متغطياه باسم الحب. ليه مش بيلف ويرجع؟ لأنه لو رجع هيفضل قاعد لوحده، دي حاجة أصعب عليه إنه يدمر حياة بنت غريبة. عربية لندن اللي هو سايقها وبيمشي بيها، الرحلة دي مبنية على أرض. ثم ما بيدورش على بنت جديدة، ده بيدور على الجثة، عايز يصحيها بالعافية بملامح بنت تانية خالص. ثم بيوصل لعنوان، الباب بيتفتح وتظهر أنديرة، نفس العيون، نفس قصة الشعر، نفس كل حاجة، نفس حتى الضحك. كل شايف شاب واقف قدام بنت غريبة بيسأل عنك، بس الحقيقة اللي انتوا متعرفوش. حاسس ان القبر اتفتح ولندن رجعت وقفت قدام ستاندي، انه بيشوف حبيبته صورة مختلفة شوية. تعالوا نشوف هيعمل. دسون واقف عينه على أنديرة، الملف الأصفر بيقع من على الأرض. أنديرة بتبصله باستغراب وتوطي تلم الورق. دسون جواه حاجة، هو مش قادر ينطق بكلمة، هو شايف المستحيل. هو عايز يمد ايديه ويحضنها كأنها حبيبته، كأنها العالم كله. بس عقله دي مش هي، دي نسخة تانية غريبة عنه. أنديرة جواها قلق، هي شايفة راجل بيبصلها بنظرة مكسورة، نظرة فيها كمية وجع خلتها تخاف. الورق الأصفر اللي على الأرض ده هو الماضي اللي اتفتح. الشبه ما بقاش مجرد ملامح بنشوفها، الشبه بقى المصيدة اللي جوه البنت دي. دسون وأنديرة قاعدين قصاد بعض في الصالة. دسون بيقعد يحكي، يطلع الورق ويشرح لها العملية اللي هي اتولدت منها. أنديرة بتمسك كوباية المية، ايديها بتترعش، مفيش سرير، مفيش عيون. هي بتبص لصورتها في المراية. البنت دي عاشت 20 سنة فاكرة نفسها بنت عيلتها الوحيدة، والنهاردة بتكتشف بورقة إنها نسخة اتولدت من مختبر. دسون قاعد وهي بتكبر في وشه. أنديرة بتقوم وتقف قدام الشباك. دسون بيقرب منها ويمد ايده من غير ما يلمسها. الصدمة بتتحول لفعل. أنديرة مش بتطرده، هي بتطلب منه ياخدها للعنوان القديم، لعيلتها الحقيقية اللي مكانتش تعرفها، لعالم لندن الحقيقي اللي هي غايبة عنه. أنديرة بتلف وشها عايزة أشوف المكان اللي هي عاشت. دسون بيهز راسه وبيفتح لها الباب. دسون جواه انتصار، هو نجح إن هو يعمل كده، ومش بس باصص كإنسانة محتاجة مساعدة، أصلها كأنه شايف حبيب، شايف بلد. الأنانية خلاص ما بقتش موجودة عنده، بس السكوت في عينه وهو بيبص لأنديرة هو بيقول إن هو بدأ يحس بالذنب، وعارف إنه بيسرق حياتها عشان يعوضها عن موت واحدة هي ما تعرفهاش. والبنت دي نزلت حلبت الوجه بإيد الراجل اللي كان مفصوم. بيمشي قدام أنديرة بحلال جوه الصالة، قاعدين الأب والأم عينيهم غرقانة في الأرض من وجع لموش دواء. الباب بيتفتح، تدخل أنديرة. الأم بتقوم من على الكرسي، الشاي بيقع من إيديها، الأب بيقف مكان. أنديرة واقفة عند العتبة. الأم مش شايفة بنت غريبة، شايفة بنت ده اللي قفلت عليها الكفن بأغيار، رجعت تتنفس قدامها. الأب واقف جواه بين العقل بيقول بنتك ماتت وترابها، وعين بتقول بنتك واقفة قدامك. أنديرة جواها هي حاسة إنها مش بنت حقيقية، حاسة إنها شبح أو عار جاي يسرق لحظة حزن مش بتاعتها. السكوت هنا اتقل من الصخر، الشاي اللي اتكسر، المية، الحزن اللي محدش يقدر يلمه. المراية رجعت ملوثة بالدم. أنديرة بتسيبهم في الصالة وتطلع على أوضة دسون واقف ورا الباب. أنديرة بتمشي تمد إيديها تلمس فرشة وترش منه رشة في الهواء. عيون دسون وهو بيشم ريحة اللي رجعت تملى المكان. مفيش كلام. السكوت هنا هو قيمة الأنانية والوجع اللي عمره ما بيختفي. دسون واقف بيتنفس. أنديرة بصله بصورتها في مراية الماضي، بتسأل نفسها أنا مين؟ أنا أنديرة البنت اللي عاشت في هدوء، ولا أنا مجرد بنت خلقت عشان تعوض مكان البنت دي لما بالليل في الجنينة ورا البيت؟ دسون مبقاش قادر يستحمل السكوت، بيقرب من أنديرة الشجر اللي كان بيقعد مع حبيبته، بيشد إيديها وعينه مليانة. دسون بيقرب من وش أنديرة، ما بعدتش إيده وشها. أنا مش حبيبتي ولا ماما، أنا أنديرة، أنت مش شايفني، أنا شايف بنت تانية. هي قيمة الوجع ومن وبيكتشف في السكوت ووقف قدام حقيقة دمر البنت دي لمجرد إنه أناني خايف من الوحدة ورافض يدفع حبيبته. السكوت في عينه بيتحول لوجع. أنديرة واقفة قدامه، عينها بتقول إنها مش هتقبل تكون شبح. ورق الشجرة اللي بيقع حواليها هو الإعلان عن الحلم، سافر عشان يصحي البلد، يصحي
حبيب السفر ده صح فيه حقيقة ان الموت ما بيقبلش الرجوع، ان الميت عمره ما هيرجع، وان الملامح عمرها ما بتتغير متتشافش بالروح. المحسون بياخد عربيته وبيهرب في نص الليل، مفيش وقت الندم، بيرجع لبيته القديم، البيت اللي فيه ذكرياته مع حبيب. شاب بيدخل اوضه ضلمه، بيقعد على الكرسي وبيمد، كل شايف حبيب مكسور، كل شايف حبيب اتوجع، بس الحقيقه الراجل ده عايش في وهم. محسون بيولع كبريت، بيبص لقلبه لحد ما النار بتلمس صعبه، اتوجع، بيطفئوا المياه في الارض. محسون جواه هدوء، هو استوعب اخيرا ان رحلته انديرا ما كانتش حب، كانت انانيه بالنسبه له، بدافع منه هو حاول يسرق حياه بنت تانية عشان ينميها، والنتيجه انه كسر لندن اللي ما دفنهاش في قلبه، وانديرا اللي هدم سلامها، اللي هدم كل ده بورق. سكوت هنا مفيش رغبه فيه، بس رغبه ان هو يقف قدام الحقيقه. عود الكبريت اللي اتحرق لحد ما خلص في الضلمه، انت حرقت كل اللي حواليك عشان تدور على النور، والنهارده ايدك هي اللي بتدفع. انديرا مش بتستسلم للدور اللي محسون كتبها لها. هي قاعده في الاوضه بصل وشها في المرايه، الشبه ما بينها وما بين حبيبها هو ايه. انديرا بتمسك المقص، تقص شعرها، مفيش دموع، عينيها فيها الولاده الجديده بجد. البنت دي بتقص شعرها مش حزن، بتقص الشبه اللي بيربطها بلندن، بين حبيب محسون وعيلتها القديمه عايزين يحبسوها فيه. وهي بص المرايه بقصه شعر، ملامح جديده. اتولدت من الصدمه. الدايره قرب تقفل. انديرا بتروح للدسون لاخر مره في مرسم قديم، بس شخصين قدام اختراع. انديرا واقف شعرها القصير، دسون بيبص لها، ما بيتكلمش عن الشاب، بيمد ايده ياخدها بتاع عربيه لندن. هو لاول مره شاف انديرا انسانه مستقله، مش كبديل لحبيب. سكوت اللي في عينه بيقول انا اسف. المفتاح ده اللي اتحط على الترابيزه. الرحله بوابتها قفلت. دسون ساب الميت، وانديرا ملكت روح. النهايه ما بتنساش، الوهم لازم يدفن. دسون واقف قدام القبر الحقيقي، لابس البرد، ايده مدفونه. شاب بيبص لحجر ميت، كل فاكر انه انسان بيعيط على الحب اللي، بس الحقيقه الراجل ده واقف هنا عشان يبعد انانيته. دسون بيوطي على ركبه، يشيل الورد، يحط مكانها صوره لندن اللي كانت في يمسح التراب عن الحجر. دسون جواه مكسور، الرعب من الاوضه الفاضيه والسرير محل مكانه. هو استوعب ان لندن ماتت فعلا، مفيش اي حاجه مفيش ميه ولا اي حاجه في الدنيا ولا حبيبتها، وان انديرا ما كانتش نجاة، كانت ضحيه، وهو كان هيخنقها بحبل ذكرياته. هو واقف بيعتذر حبيب، مش على موت، لا، على انه رفض يسيب روحها ترتاح، وحاول يصنع منها نسخه تانية من حبيب. العينين ما فيهاش كونسيت، الصوره اللي سابها رجعت، والميت ما بقاش محبوس جوه الحي تحت شجره الذكريات. دسون بيقرب منها على مفيش احضان، مفيش دموع، في عوده، حب كتير. دسون بيقف على بعد خطير من انديرا باول مره. عينها صفر. دسون بيبص لانديرا، البنت حبيبته ولا البلد، شوف ملامحها هي. انديرا ابتسامه وتقول ان الشرخ انها شكرته وسابها تمشي وتعيش حياتها بهويتها هي اللي قصتها بايديها. في النهايه دسون ولا كسب معركه ضد الزمن او كسب نفسه. دسون ساب انديرا تمشي لانه عارف انه حبس بنته جوه. دي قيمه الانانيه فعلا. خساره الكرامه هي الانتصار الحقيقي الوحيد في الدنيا، لازم تكونوا من غير. لو بدانا باوضه ضلمه وساعه رمل، نقفل بالشباك. اتعلمنا نمسك الشريط ونسالهم الاسئله اللي بتخليهم يبصوا لنفسهم. انت بتجري. نهايه فيلمنا اتقفلت بالتاب بالدم والسكوت، سابنا قدام الحقيقه. احنا بنقضي نص عمرنا بنجري ورا نص حقيقي. حاجات ضاعت مننا، كان اننا لو لقينا نفس الوشوش نقدر نداوي الشروق اللي جوه. بس الحقيقه المؤلمه اللي في الفيلم هي ان الميت والملامح المتكرره مش بتصنع نفس الانانيه، بتبقى نفس الانانيه. نهب السلام ناس مالهمش ذنب، مجرد اننا خايفين نقعد في الضلمه لوحدنا ونواجه حقيقتنا. لو انت مكان دول كنت هتقبل تعيش مع انديرا لمجرد انها شبه البلد وتظلم روحها معاك، ولا كنت هتقول الشجاعه وتصل الوهم بايدك وتدفن حكايتك القديمه وتقول خلاص بقى اللي حصل؟ وهل تفتكر ان انديرا لما قصت شعرها كانت بتهرب من دسون، ولا كانت بتنقذ نفسها من انها تكون مجرد بنت بديله في مسرحيه؟ اكتبوا لنا لو استوعبتم فعلا ان ساعه الرمل ما بتقف. الحاجه الوحيده اللي هي نقاء قلوبكم اللي بنحافظ عليه جوه صدرنا. نسيب اللي راح. ولو جاهزين تقفلوا دفاتر وتبداوا تكتبوا حكايات بملامحكم، ما تنساش اللايك الجبار والاشتراك وفعل الجرس. خليكوا قريب.